السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حواوشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندي هنا المقادير: كيلو لحمة، عندي بصل متقطع صغير ناعم جدا لإما مبشور، عندي دهنة أو ليا، ده اللي بيدي تيست عالي جدا في الحواوشي، وعندي هنا ملح وفلفل اسود، كمون، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، جوز الطيب، حبهان، تمام، وقرفة. عايزه تحطي قرفه وجنزبيل ماشي، عايزه تحطي قرفه بس ماشي. وعندي هنا فلفل متقطع صغير جدا حامي وبارد، تمام، فلفل رومي وفلفل حامي ماشي. هنعمل ايه؟ هنحط البصل على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي بره بيحطوا كده واكتر، يعني الواحد بيجيب الحواوشي من بره، الرغيف الواحد بيعمل 10 جنيه، عندنا بيتباع كده. فليه يعني انت لما تيجي تعمليه في البيت اوفر وهتاكلي اكتر. حاجه نظيفه كمان، انت عاملاها بايدك، ضامنه انت عاملاها ازاي، اللحمه اللي انت جايباها كويسه. عادي ممكن تعملي لحمه مجمده عادي، اللحمه دي مجمده على فكره، اللي هي المستورده زي ما بنقول يعني. بصوا يعني حاولوا تجيبوا وتوفروا وتعملوا كل حاجه في البيت، مش هتيجي مره على خروج عادي، بس لو هنقول في الطبيعي مش هيبقى اكلنا كله من بره، تمام. هحط الدهنه دي، هحط الفلفل. عايزه تكتري فلفل عن كده براحتك، عايزه تقللي تمام، بس هو المفروض النسبه دي او اكتر. هقلب دول بس كده من فوق كده، بنفس الطريقه. اللحمه اللي تحت بقى هحط كل التوابل ما عدا الملح، كل التوابل ما عدا الملح. لسبب واحد، ان هي ما تنزلش ميتها، لان احنا لسه هنسيبها في التلاجة، تمام. في ناس تقولك تبلي كله على بعضه وحطيه، لا، خلينا نقول انه لازم الملح في الاخر خالص قبل ما هتحطيه. هقلب كده بقى اللي تحت ده، هقلبه كويس جدا وارجع لكم تاني.
بصوا بقى انا جبت شويه شطه هحطهم كمان. هعملهم كمان عليهم كده واوريها لكم. بصوا انا كده خلصت، حطيت الشطه وعملتها كويس جدا. تمام. طبعا انا عايزاكي تقعدي تعملي فيها شويه لحد ما عارفين اللي هو تتماسك كده وتعمل زي خيوط، وتيجي تضغطي كده. شايفين الشويه اللي بيطلعوا لفوق دول؟ تاني اللحمه ذات نفسها بترد لفوق تاني. ده العرق اللي حصل. هنسيبها بقى في التلاجة تتشمع ساعتين ونكمل مع بعض. بصوا بقى انا كده سبتها في التلاجة ساعتين. هحط عليها الملح. تمام. وهعملها تاني كده وارجع لكم. بصوا انا خلصت اهو اللحمه، قلبتها كويس. وعندي هنا ورق فلوسكاب. عارفين ورق فلوسكاب؟ ورق. تمام. وعندي هنا زيت. والعيش عايزه بقى انت عيش بلدي او عيش عادي براحتك، بس يكون ابيض كده. تمام. نبدأ كده بسم الله. طبعا لو انت عايزه تحطي استاج وتفردي عليه براحتك. عايزه تحطي زي ما انا هحط في ورق فلوسكاب كده براحتك، او في اي ورق. تمام. نجيب بقى كده حته كده مثلا. بسم الله. تدوسي كده لجوه، يعني ايدك كده لجوه كده. تمام. بصوا بقى عامل ازاي كده. تمام. بنفس كده السمك ده، اقل براحتك يعني انت عايزاه. نفس الطريقه كده. نجيب بقى الزيت. في ناس بتفرده في صاج وتدهنه زيت وتدخله الفرن. ماشي عادي. عايزه تعملي زي ما انا بعمله كده احلى. تمام عادي، مش هتقف يعني.
طبعا بيدخل كده بقى في الصاج، على الصاج كده او في صينيه براحتك. نعمل كمان واحد كده مع بعض. طبعا لو عايزه عيش ابيض توصي الفرن كده، تقول له عايزه عيش للحواوشي هيجيبولك ابيض شويه. اجيب برضو الزيت، بس اظبطه كده من جوه حلو، توصلي للاخر كده. كده ما تبهدليش الدنيا. بنفس الطريقة برضو نقفل كده. تمام بنفس الطريقة هعمل بقى الكمية اللي انا عايزاها وهوريكم كله في الاخر. خلاص بقى كده هدخله الفرن ويخلص واوريكم. عايزه بس اوريكم كده الورق تمام كويس اهو، مفيش اي حاجه. شايفين بقى طبعا عايزه تحمريه او يبقى هادي عن كده براحتك. تمام طبعا لو الكميه اللي انا عملتها انا يعني الكميه اللي انا خلصتها كلها حطيتها في الفرن تبقى نص سوا كده بس، واما عاوز اطلع واكمل بقيه التسويه. عملت هنا طحينه جنبها بجد تحفه. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب، واي حاجه مش مفهومه اكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.